رغم تعالي أصوات الحقوقيين ومنظمات مناهضة التعذيب وغيرها احتجاجا على ما اعتبروه استمرارا لممارسات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون، إلا أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة، حيث مورست مؤخرا على شاب قاصر لم يتجاوز 18 من العمر، شاب تم اتهامه ب31 تهمة تتمثل في تدريب الإرهابيين في جبل الشعب وتمويل الإرهابيين وتسفيرهم إلى سوريا. توقف نهار 21 مارس الفارط، يتعذب مدة 6 ساعات لين صحح على المحضر اللي حبوه يصحوا اللي هو في سبيطلة، ومن بعد تعدى لمنطقة الأمن وتسيب روح لداره مدقدق. أمه وأخته حبوا يفهموا ما فهموش، يسخلوا عركة في حمه، ما حبش يتكلم، روح تروماتيزي. بعدها ب4 أيام ما أنه السيد صح على حاجات خطيرة برشا ما يعرفش شنو يتوقف. شنو طلع صح على نفسه وعلى يجي مجموعة متاع 20 واحد أنهم يتدربوا في الشعامبي وماشيين لسوريا ويمونوا في الإرهابيين ويشريوا في السلاح ويعملوا في الكونترا، مش تحت شعار محاربة الإرهاب نغفصوا ونلفقوا ونحطموا شباب اللي هو غدوة باش يولي تونس. عبد القادر اللبدي شاب تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب داخل مركز إيقافه في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين. هزوني من شارع كيكا ظلم، ما انت شارع تعدى منه الناس الكل، ما تخذوني انا من الشارع، دخلت المركز ضربوني، عملوا فيه كيما حبوا يعفسوا فيه ويضربوا فيه بالكراسي وبالكاوتشو بالسبته. دخت مرتين صحيح، فشلت صحيح، وليت نقول اي معناتها وليت نقول له اكتب باش تحب الاورديناتور قدامك، اعمل المحضر اللي تحب عليه. حتى في الاصلاحيه معناتها تضربت وتهنت وتعذبت وصححت على محضر بالقوه، ووجهوا لي تيتر تهمه خطيره معناتها قواعد جويه وبريه وبحريه وطيارات، وليت انا دي سلطان، وليت انا الزعيم نتاع ناس كبار. معناتها نخرج من الاصلاحيه نرجع باش نقرا على روحي، نمشي لليسين نلقي روحي معناتها طردوني، يعطوني طرد من الليسين، قالوا لي ما عادش عندك الحق تقرا الليسين، برفض مشكلتك مع المندوبيه الجهويه ولا مع الوزاره. صحيح انا شاطب لك الدوسي نتاعك، هبط الارشيف. نحاول ناخذ منك الصحيح عبد القادر، شنو اللي صار بالضبط وكيفاش وصل للامن معناها توجه لك انت وتم القبض عليك معناها جراتويتمون مجانيا؟ فسر لنا شنو اللي صار بالضبط، ولكن زاد نطالبك بالايجاز شويه. والله ايش باش نقول لك، نهار 18 مارس ماشي معناتها متعدي على روحي، ماشي للمحطه، عندي صاك نتاع حوايج معناتها باش في المحطه باش نجيبه من غادي كيتا. تعديت نورمال معناتها من الطريق قدام المركز كيما تتعدى العباد الكل معناتها قدام المركز، وباش نباب معناتها باب المركز معناتها بارتي من غادي كيتا، سلمت على واحد ومعناتها نورمال وتعديت على روحي. انا تعديت فوت مسافه شوي، فما واحد ناديلي معناتها من باب المركز، رجعت معناتها قال لي ادخل داخل. دخلت لداخل دزني معناتها بقوه، قال لي ادخل ريتها البيت هذيك ادخل لها، وبقى استنى غادي كيتا. دخلت انا نورمال، مشيت بقيت نستنى، بقيت حاير انا اش فما معناتها لحقني هو ومعاه مجموعه معناتها بوليسيه، قالوا له شبيه هذا؟ قال لهم الوليد هذا يتبع المجموعه الموقوفه هذه وهو عنصر منهم، وهو باعثينه معناتها يسقس عليهم يجسس عليهم في المركز لهنا باش يتسيبوا ولا لا. قلت له عايش خويا هذا كلام تقولوا كيفاش؟ هذه هي نتاع واحد جاي يتجسس، وهذه معناتها ننتمي للمجموعه هذه، راه ماهوش لغه، هذه ماهوش كلام. متعدي على روحي ماشي المحطه باش نجيب صاك نتاع حوايج. كيفاش؟ قال لي علاش متعدي من هنا؟ علاش متعدي من هنا بالضبط؟ علاش؟ قلت له سامحني كي تخزر من الباب تخزر على يمينك. قال لي المحطه. قلت له لور معناتها متعدي انا ماشي للمحطه. قال لي لا انت باعثينك سلفيين تتجسس باش تشوف المجموعه هذه الموقوفه معناتها باش تتسيب ولا لا، وانت تنتمي للعناصر هذوما معك مجموعه اخرى. واضح. وقفوني. عملوا لك بحث هكا؟ قبل ما عملوا لي بحث من بعد معناتها من بعد عملوا لي بحث. ما عادش قلت له انا بقيت نقول لك كيفاش نقول حكايه ما فماش منها معناتها يا خويا ما فماش منها الحكايه عليها تقول لي هكا علاش؟ شنو صار بعد عبد القادر؟ خلينا نقدموا شويه. تكتلوا عليا المجموعه هذوك، تكتلوا عليا مجموعه اللي يجي يضربني، اللي يجي يسبني، اللي يجي يشوتني، اللي يجي معناتها يهيني يسمعني كلام يكفر عليا يسب لي امي، اللي يجي يضربني. بقيت حاير انا معناتها اول مره ندخل معناتها نتوقف في حاله كيما هكاك، بقيت معناتها مبهم هكا نتفرج وساكت معناتها واللي يجي يضربني. باهي عبد القادر خاطر ما عندناش برشا وقت خويا، دونك بعد تم ايقافك، تعرضت للتعذيب، البحث شنو التهم الموجهه ليك؟ يعمل لك يقول لي انت اسمعني، انت مبعوث من طرف السلفيه باش تتجسس على المجموعه هذه، باش تتجسس على المركز، تشوف المجموعه هذه باش تسيب ولا، وانت والعناصر هذه ومعكم عناصر اخرين تتلقوا في تدريبات عسكريه تحبوا تمشوا لسوريا. يعمل لك شوف قول الكلام هذا صحيح، خلينا نعمل لكم محضر ونسيبوك تروح على روحك، سينو راك باش تتوقف وباش تتمرمد. واضحه الصوره التقريبيه. يعطيك الصحه عبد القادر. الاعوان هذو مازلت معناها تثبت على الوجوه نتاعهم؟ مازالوا يخدموا في نفس بالاسم. هو معناتها نعرف منهم زوز اسامي، وفما اسامي اخرين معناتها ما نعرفهمش مين نتعرف عليهم. الاسامي اللي تعرفهم اذكرهم مثال. نعرف الزايد رئيس الفرقه هذا،
ورياض البحاث هذا اللي يترتي على الاورينتور معناتها هو اللي يعمل السيناريو. يخدموا في نفس يخدموا في مركز الشرطه سبيطله غادي.